شوف تاني من كنوز الذكر، من كنوز الذكر انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. في رواية تانية عند أحمد بسند صحيح وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. ايه رأيك؟ بمرة واحدة تصلي على النبي يا سيدي، صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني أو ثالث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي حين يصبح 10 يعني 10 مرات وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. يا سبحان الملك. يبقى اللي يصلي على النبي مرة ربنا يصلي عليه 10 مرات ويغفر له 10 خطيئات ويديله 10 ويرفعه 10 درجات ويديله 10 حسنات. ايه ده كل ده؟ واللي يصلي على النبي 10 مرات الصبح و10 مرات بالليل تدركه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه أبو داود بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، يوم الجمعة بالذات، لكن صلى على النبي بقية الأسبوع برضه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني أصبحت رميما صلى الله عليه وسلم. قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. حديث ثاني رواه الترمذي بإسناد الحسن إن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إن لي ساعة من الليل فكم أجعل لك فيها من صلاتي؟ أصلي عليك مرة؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ربع الوقت، يعني ربع الساعة دي كده أصليها عليك؟ فقال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال: الثلث، النصف، الثلثان، لحد ما في الآخر خالص قال له: إذن أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، أجعل الساعة دي كلها صلاة عليك يا رسول الله. النبي رد عليه قال له: إيه؟ قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. شوف بقى فضل الصلاة على النبي قد إيه؟ ربنا يصلي عليك 10 مرات بصلاة واحدة، 10 مرات، ويغفر لك 10 خطيئات ويرفعك 10 درجات ويديك 10 حسنات. يعني شوف قد إيه الخير قد إيه، وكمان يغفر لك ذنبك ويكفيك همك، وفوق ده كله كمان يوم القيامة تلاقي النبي بيشفع لك صلى الله عليه وسلم.